يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها. فنقول وبالله التوفيق أفضل الليالي وأفضل الأيام في الإسلام، فأفضل الليالي هي 15 ليلة. أفضل الليالي 15 ليلة، وهي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة القدر، وليلة 17 من رمضان، وليلة أول المحرم، وليلة عاشوراء، وليلة أول رجب، وليلة النصف منه، وليلة 27 منه، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الليالي الفضلى في الإسلام أما الأيام الفضلى في الإسلام فهي 19 يوما، والأيام المعلومات أي أول 10 أيام من ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، ويوم الجمعة يوم عاشوراء، ويوم الجمعة ويوم عاشوراء، ويوم 27 من رجب، ويوم النصف من شعبان، ويوم 17 من رمضان، ويوم العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى. نقول ذلك وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفقنا اللهم تحب وترضى، وكل عام وأنتم بخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها. فنقول وبالله التوفيق أفضل الليالي وأفضل الأيام في الإسلام، فأفضل الليالي هي 15 ليلة. أفضل الليالي 15 ليلة، وهي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة القدر، وليلة 17 من رمضان، وليلة أول المحرم، وليلة عاشوراء، وليلة أول رجب، وليلة النصف منه، وليلة 27 منه، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الليالي الفضلى في الإسلام أما الأيام الفضلى في الإسلام فهي 19 يوما، والأيام المعلومات أي أول 10 أيام من ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، ويوم الجمعة يوم عاشوراء، ويوم الجمعة ويوم عاشوراء، ويوم 27 من رجب، ويوم النصف من شعبان، ويوم 17 من رمضان، ويوم العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى. نقول ذلك وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفقنا اللهم تحب وترضى، وكل عام وأنتم بخير.